طبعا معاكم الفنان ميدو المصري اللي عايش 17 عام هنا في المغرب. طبعا اصبحت واحد منكم، اخوكم، يعني خلاص كده، يعني مصري مغربي يعني. وطبعا النهارده جيت بناء على دعوه من ولايه الامن، فرحان بيهم وبالعيد ديالهم، وجيت احضر الفرح والعرس ديالهم اليوم، وسعيد جدا طبعا. وطبعا انا يعني ولايه الامن حضرت لي كذا حفله غنيت فيها اغنيتي اللي غنيتها للملك والصحراء المغربيه من كلمات لبيب السعديدي والحاني. وطبعا انا طبعا سعيد النهارده بتواجدي في وسط اخواتي ووسط حبايبي المغاربه. بخصوص دابا انت 17 عام وانت معنا هنا في المغرب، يعني انت مغربي خلاص كده بقيت مغربي. كيفاش كتجيك مجهودات الامنيه اللي كيقوموا بها اداره الامن الوطني؟ وشوف انا بحس انهم اخواتنا واحبابنا. انا لما بشوفهم في التعاملات بتاعتهم سواء الورقيه، سواء تيجي تعمل اوراق او تيجي مثلا من خلال مثلا ما بتعدي من مكان لمكان، مثلا من بلد لبلد، من مثلا من سالة لمراكش او كده، ويجوا مثلا يوقفونا وكده، بحس في تعاملات حلوه لطيفه ظريفه. اخواتنا احبابنا، وانا سعيد جدا طبعا النهارده بتواجدي النهارده هنا. الاسم ديالك كاملا؟ اسم الفنان ميدو المصري. كيفاش كتجيك علاقه المغرب مع مصر الشقيقه؟ واشوف في علاقه تاريخيه كبيره جدا، يعني من ايام الفراعنه. وفي يمكن معلومات يمكن في ناس ما تعرفهاش، ان في واحد الوقت كانوا الامازيغ بيحكموا في ايام الفراعنه، وحتى العهد الفاطمي. فارتباطنا بالمغاربه، وطبعا في 7 اولياء مغاربه مدفونين في مصر، فالعلاقه علاقه تكاد تكون روحيه ودينيه وسياسيه وثقافيه، والحمد لله العلاقه حلوه ما بين مصر والمغرب.